النجم الهندي هرشت شوبدا يهادر المسلسل أمنية وإن تحققت، ويترك المعجبين في صدمة. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يعد المسلسل الهندي ماذا أسمي هذه العلاقة، والمعروف في العالم العربي باسم أمنية وإن تحققت، من المسلسلات الأكثر شعبية في الهند. وقد فاز النجمين برنالي راتود وهرشت شوبدا بقلوب الجماهير، وذلك بسبب كيميائهم التي تظهر على الشاشة. لكن مع ذلك فإن صناع العمل لديهم خطط أخرى، حيث أن أحداث المسلسل قد عرفت الكثير من الصعود والهبوط. وقد كانت هناك شائعات تزعم بأن العرض سيشهد قفزة زمنية، إذ كان صناع المسلسل يخططون لتقديم القفزة في شهر نوفمبر أو دجنبر من هذا العام. وقد كانت هناك بعض الأخبار التي تفيد أن شخصيته قد لقت تمديدا، ومع ذلك فقد قال مصدر آخر أن الخبر غير صحيح، وأن أبهامانيو لم يحصل على التمديد. وكشف مصدر مقرب أن من المرجح أن يصور حلقاته الأخيرة في 30 من شهر أكتوبر، كما أنه وفقا للتقارير يقال أنه قد تم الاتصال بالممثلة التلفزيونية عائشة سينغ من أجل لعب البطولة النسائية في المسلسل. ومع ذلك كانت هناك تقارير تفيد بأن عائشة قد ترفض الدور لأنها مشغولة حاليا بمشروع آخر. والجدير بالذكر أن المسلسل قد حظي بالكثير من الاهتمام بسبب التقلبات والمنعطفات المثيرة، كما أنه بعد انتشار أخبار عن أن العرض سيعرف قفزة جيلية، وأن برانلي وهرشاد المعروفان باسم أبهرة قد ترك المعجبين في صدمة وأصابهم بخيبة أمل، وذلك لأنهم كانوا سعداء برؤية أبيمانيو وأكشارا يجتمعان أخيرا في العرض بعد وفاة أبيناب. ولكن للأسف جاءت تقارير التي تفيد بأن هرشاد سيغادر العرض أولا،